الثانية على التوالي تحتضن العاصمة الروسية موسكو المهرجان الموسيقي الإثني من الشرق إلى الغرب، ملحمة موسيقية متنقلة قوامها موسيقى الجاز والبلوز والفولكلور على خلفية إثنية. فرقة إثنو ساوند أبرز حاملي شعار وراية المهرجان في التقرير التالي. يؤدي أعضاء فرقة إثنو ساوند موسيقى متنوعة تمتد من الألحان القريبة من الأناشيد الدينية الروحية حتى ستايل السوينج. سمينا الفرقة إثنو ساوند، وهذا يعني الصوت الحي. إنه فعلا كذلك بفضل ضيوفنا الخاصين الذين ندعوهم للانضمام إلينا ويرشدوننا بأصوات وألحان حية. قائد الفرقة بدأ كموسيقي كلاسيكي إذ تخرج من كونسرفاتوار قازان مختصا بالعزف على الفلوت، لكنه اتجه إلى الموسيقى الإثنية، وهذا ما دفعه لتعلم العزف على أغلب الآلات الموسيقية الإثنية المنغولية والتتارية كالكوراي والدومرا وغيرها. فكرة تأسيس الفرقة قديمة جدا، ولدت في كازاخستان وتحققت هنا منذ عامين، فأنا بالأصل من كازاخستان، ولدت في ألماطة. لدينا الآن جولة في أوروبا نبدأها في تركيا وبعدها بولونيا. نشاط الفرقة واسع يهتم ويختص بالعمل على الموسيقى الإثنية وإعادة صياغتها بأساليب جديدة، إذ تحول الألحان الإثنية البسيطة غير المعقدة وتصقلها وتصهرها في قالب جديد لتصبح مقطوعات رائعة أصلها إثني فريد برداء جاز عصري مميز. أنا سعيد جدا بانضمامي لهذه الفرقة منذ فترة وجيزة، وبهذا أستطيع القول إن أحلامي بدأت تتحقق، وذلك بالعمل مع فرقة كهذه. موسيقى هذه الفرقة تأخذ بعدا دوليا أمميا جديدا دون فقدان أي ذرة من أصولها المحلية، كما تؤكد الفرقة على أن الموسيقى لا تعرف الحدود بين الدول ولا الحواجز اللغوية. درست في موسكو وتعرفت على أعضاء الفرقة أيضا في موسكو، إنهم بمثابة الأخوة بالنسبة لي. آلتي التي أعزف عليها تدعى جيمبي، يعزف عليها لدى شعوب غرب أفريقيا كالسنغال ومالي. هذه الآلة أخذت تنتشر الآن بسرعة كبيرة، فالكثير من فرق الجاز العالمية تستخدمها. هذه الفرقة وموسيقاها سهل آسيوي رحيب مترامي الأطراف، وملحمة متحركة تجول من الشرق إلى الغرب، زادها ألحان وحناجر تصدح بلغة العالم، لغة الموسيقى. خالد زليطو، روسيا اليوم.